صوابع البسطرمة المقلية تحفة، لازم تجربوها. يلا تعالوا اقولكوا هنعملها ازاي، سهلة وبسيطة. هنجيب العيش اللبناني اللي في السوبر ماركت زي اللي انتوا شايفينه، اي نوع بس يكون طازة، اهم حاجة يكون طازة. هنقسمه نصين بعدين ربعين، وهنفتح الربع ده هنفتح الربع الاتنين، وهنجيب اي جبنة سايحة عندكم او اي جبنة كريمية وهندهنه كويس قوي. بعد ما نخلص هنجيب الحشوه، اي حشوه تفضلوا. انا حاطه بسطرمه وفلفل وموتزاريلا، وهلف كويس قوي واقفل كويس قوي معايا. الجبنه الكريميه هتخليه يقفل. بعدين هحطه في الدقيق، بعد دقيق هقفله كويس في الدقيق، هحطه في بيض. حطيت بيضايه واحده على شويه لبن هنزل فيه، وبعد كده هحطه في البقسماط، وبرده في البقسماط هقفله كويس قوي بايديا عشان اتاكد انه مقفل كويس قوي، واضغط عليه. بعد ما اخلص الكميه بتاعتي اللي هعملها كلها هحطها في طبق وادخلها التلاجة لمدة نص ساعة قبل ما اقليها. زيت سخن وهنزل بيه وهقليه زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، وهقلبه على الوش التاني اول لما يتحمر. وبعد كده هطلعه، وبألف هنا. لازم تجربوه.